هؤلاء ينتظرون سقوط سوريا حتى يتحركون لإسقاط بغداد، وهذه خلفها دول إقليمية لها مشروع محوري طائفي. يا إخوان التفتوا، هل صدرت بيانات من أحد أدانت هذه التصريحات؟ مجوس وأولاد الزنا وكفرة وصفويين. لو صدرت بيانات يعلو صوت السنة، أنبارنا الصامدة، بدل أن يدان هؤلاء أصبح الحديث مديح ودفاع. وخلال فترة الاعتصام وأنا أعاني وأرى وأسمع قرقعة السلاح الذي يعبر الحدود من سوريا ومن ليبيا يأتي عبر تركيا وسوريا وإلى الأنبار، وأصبحت الجزيرة فيها معسكرات ممتدة من الأنبار إلى الموصل، وأنا أرى بعيني، وما عندنا سلاح طائرات تضربها، واستعنا بالأمريكان لضربها ورفضوا، وسنة كاملة من شهر الثامن 2013 حتى انتهاء الحكومة التي كنا فيها ما ضربت عليهم طلقة واحدة، وهم أقاموا المعسكرات والتدريب والسلاح. وكان كل هذا ينمو في ظل الاعتصام والمطالب المشروع الخدعة، وفي ظل التأييد الشامل. إن كنتم لكم قضية مع المالكي فلماذا عندكم قضية مع العراق؟ إلى هذا أوصلتم العراق بهذه القضية، رفعتم شعار الخصومة الشخصية وأوقعتم العراق فيما وقع فيه. وإلا من الأول كان المفروض ما يكون الاعتصامات، من الأول مفروض نلغي الاعتصامات، بل طمعوا لما رأوا التأييد أرادوا أن يفتحوا اعتصامات أخرى في منطقة الأعظمية، وقلنا هيهات نسمع، ولن نسمح بسيارة واحدة تدخل ولا مسؤول يحمل سلاح يدخل، وغلقنا الجسور، لأنهم لو نصبوا مخيم في الأعظمية لأسقطوا بغداد. وكانت هذه هي الخطة. فلما وقع يوم تنفيذ المخطط كان الاتفاق: يا أبناء المكون السني انسحبوا من الجيش، يا أبناء المكون الكرد انسحبوا من الجيش. غرفة العمليات أين كانت تدار هذه الفتنة والمؤامرة؟ كانت غرفة العمليات في أربيل، وأنا صرحت، وإنما أقولها لأني صرحت بها يوم من الأيام لمن يتذكر. فجاءني الجواب من الإقليم أن هؤلاء مظلومين وإحنا نأويهم، وهم من القتلة والمطلوبين للقضاء العراقي والمجرمين وأصحاب السوابق أصبحوا مظلومين ونحن الظالمين. فكانت اجتماعاتهم دائمة ومخططاتهم دائمة واختراقهم إلى الجيش والضباط، حتى جاء الأمر أن هؤلاء ما جاءوا ليقاتلوننا، إنما جاءوا لمقاتلة المالكي والشيعة، فلا تقاتلوهم. وفعلا ما حد قاتل، سقط الجيش. وداعش ليست حقيقة داعش، أنا فقط أريد أقول هاي الكلمة. داعش مو داعش، داعش صنيعة، ورغم أنها صنيعة لكن ليس لها من القوة أن تعمل الذي عملت. إنما أقول بكل صراحة، وأنا لست طائفيا ولا أشجع على الطائفية، وألعن الطائفيين من أي فئة كانوا، لأنها هي أداة الاستعمار التي كلما أراد أن يضرب صفوفنا أثار قضية السنة والشيعة. أنا ضدها، ولكن استطاعوا بفعل ما حصل في سوريا أن يؤججوا الحس الطائفي. فكانت مو قضية داعش. أبناء السنة يقولون، شيخ العبيد وشيخ الجبور يقولون مناطقنا ما سقطوها داعش، ما شفنا داعش، أبنائنا سقطوها. إنما كانت ثورة طائفية لسنة ضد شيعة بكل صراحة. وأنا لا أتهم كل السنة، وإنما أتهم الطائفيين من السنة كما أتهم الطائفيين من الشيعة. إن كانت ثورة سنة ضد الشيعة. داعش قالوا عنها هم أنها هي الفرقة المدرعة العاشرة، بمعنى هي تتقدم ونحن من خلالها. الذي حصل ليست قضية ضباط ونعدمهم، نعم يستحقون الحساب. ليش يستلمون أوامر من غرفة العمليات، غرفة المؤامرة؟ نعم لا بد من ملاحقتهم، وأنا من هنا أطالب باستمرار الملاحقة والمتابعة وتنفيذ الأحكام بحقهم. لكن الذين رتبوا المؤامرة وكل هذه المقدمات ماذا عنهم؟ هل نبقى نتلاوم قال الضابط الفلاني وتكلم الضابط الفلاني، ولا نذهب للمسؤول الذي قال لا تتصدوا لداعش لأنهم دولة إجوا ضد الشيعة وضد المالكي مو ضدنا؟ بعدين شافوا إذا ذولا ما يوفرون لا شيعة ولا سنة ولا أكراد ولا عرب.
هذه هي الفتنة التي حصلت.